ونبتدي بمجموعة من الأسئلة النهاردة. السؤال الأولاني وحد بيقول: من فضلك يا ابونا، أنا عندي شهوة قلب من زمان أكون زوجة كاهن. كنت زمان بطلب إن نفسي أتجوز حد بتاع ربنا ويراعي ربنا فيا. دلوقتي بدأت أقول عاوزة حد نوصل مع بعض السما، وحسيت إن الكاهن هو اللي عنده فرصة أكبر إنه يتمتع، نقرب فيها مع بعض لربنا. وكمان اتعرفت عن قرب على أسلوب حياة زوجة الكاهن، لأن في عيلتنا في أكتر من كاهن. هل الطلب ده ما ينفعش أطلبه من ربنا؟ ومحتاجة قدسك توضح لي أكتر إيه هي الصفات اللي لازم تكون موجودة في زوجة الكاهن، وصلي لي. بص يا بنتي، احنا نطلب بصفة عامة، ما نطلبش بصفة خاصة. نطلب بصفة عامة: يا رب عاوزك تبعت لي واحد يقربني ليك. انت بتتخيلي ان الكاهن ممكن قاعد بقى في البيت ويمارس حياة روحية مع زوجته والى اخره. زوجة الكاهن دي اوقات ما بتشوفوش. يعني انا اقصد ان ممكن الكاهن من كتر ضغوط الخدمة بيرجع 12 وبيرجع 1 بالليل، بيكون الأولاد ناموا والزوجة نامت. فأنا عايزك تقولي سيب ربنا، لو ربنا شايف إن الأفضل لخلاصنا إنك تكوني زوج كاهن، يا ستي وماله. ربنا شايف إنك أنت تكوني زوجة خادم عادي بس قريب من ربنا وبيحب ربنا وفاضي إن يقعد معاكي أكتر، ده ممكن. لأن أنا بعتقد إن زوجة الكاهن في ظروف خدمة الكهنوت هنا في مصر دي نص رهبة. يعني إيه نص رهبة؟ يعني ظروف زوجة الكاهن مع خدمة الشعب في مصر صعبة. فمش معنى كده بطفشكم من الكهنوت، لا انا ما قلتش كده، بس انا بقولت احنا مش عارفين الصالح فين، فنطلب نقول له لتكن مشيئتك، عايزه واحد من ايدك يقربني لربنا. اوكي؟ انا عندي خطيه كبيره قوي ومش لاقيه ليها حل. انا متعرفه على شخص من فتره كبيره واتخطبنا من قريب. الفكره ان في فتره حسيت بملل، فاخذت ايميل زميلتي وغيرت اسمه، لان انا قلت السؤال ده قبل كده بس مش عارف اتكرر تاني ليه. يظهر ناس ما بتسمعش الاجابه فبتبعت السؤال تاني. سلام يا ابونا، ارجو عدم قراءه السؤال جهرا. اوكي، طب انا اجاوب ازاي بس يا بنتي؟ اجاوب ازاي؟ مشكله ان في واحده معصره ان اب اعترافها كان بيعملها كويس قوي قوي، وبعدين نتيجه مشاكل بينه وبين باباها، دي ملخص المشكله مش هقراه بس اقول ملخص مشكله لان دي مشكله متكرره. حصلت مشكله بين باباها وبين ابونا ده، فابتدى ابونا يكش شويه، ما يعملهمش بالترحاب اللي كان بيعملوه بيه الاول، متحفظ جدا. فالموضوع ده مضايقها لان عايزه ابونا يعملها زي الاول. انا ما اعرفش المشكله اللي بين بابا وبين ابونا ايه، ما اعرفش المشكله اللي بين بابا وبين ابونا ايه. يعني ممكن يكون بابا قال كلمه صعبه قوي لابونا. خلي بالكم يا جماعه الكهنه، انتوا ما تعرفوش حروبها شكلها ايه، والضغوط اللي ممكن تتحط فيها ايه، والظلم اللي ممكن تظلمه ايه، والكاهن يفضل ساكت ما يقدرش يتكلم. يعني ممكن مثلا اب غيور او زوج غيور يروح لاب كاهن يقول له انت عاوز ايه من بنتي ومن مراتي يا ابونا؟ كلمه صعبه جدا. فتلاقي الكاهن من اجل سلامه الخدمه وعدم العثره كش تماما. ليه؟ لان هم ممكن يلاقوا اب كاهن تاني يعترفوا عنده، لكن سمعه الكهنوت لو اتلخبطت او الراجل ده ابتدى يتكلم تبقى مشكله اكبر. فابونا بيوازن امور كتيره قوي، وابونا اب حكيم يعرف اعمل ايه، يتقدم امتى، يرجع امتى بخطوه. فما تلوميش ابونا قوي، لكن هتقولي له في جوه اولا تعترفي عنده وتكملي اعتراف عادي خالص. وانا حاسه قدسك اتغيرت شويه، لكن انا برضو هكمل اعتراف، لان الاعتراف سر لا يرتبط يعني فرضا انا في كنيسه وفيها اب كاهن يعني سوري يعني مش شبابي ومش قريب مني ومفيش غيره، ما انا لازم اعترف. فالسر لا يتوقف على الشخص. اب كاهن صوته وحش في القداس ما تناولش، هتناول بصرف النظر صوته حلو او صوته وحش، يبقى السر لا يتوقف على الانسان. فانت محتاجه تمارسي سر الاعتراف، وما نعرفش الظروف اللي خلت ابونا تعمل كده ايه. لما نزل المسيح على الارض لفدانا من خطيه اليهود، عرفوا منين انه يسوع علشان يعذبوه يصلبوه والاهانات والضرب؟ هو ما عملش خطيه. لا بص يا حبيبي، في نقطه عايز اقولها لك.
هم لو كانوا عارفين ان يسوع هو المسيح ما كانوش صلبوه. هم ما كانوش عارفين ان يسوع هو المسيح، هم سمعوا للكهنه والكتبه والفريسين ان هم غاروا قوي من يسوع المسيح انه قاعد يعمل معجزات والناس بتسمعه، ومكتوب كده وكان يكلمهم كمان له سلطان وليس كالكتبه والفريسين، فهم غاروا قوي فاسلموه حسدا. هم ما كانوش عارفين ان ده المسيح، ما كانوش عارفين ده المسيح. انت فاهم غلط. سؤال تاني، واحد بيقول ان البابا خلال لقاء خاص على فضائية ان عيد الميلاد في العالم نحتفل به 25 ديسمبر على التقويم الغربي، وعلى التقويم الشرقي ممكن يبقى 7 أو 8 يناير، وهو اختلاف في التقويم وليس اختلاف عن الحدث ذاته. ما معنى هذا؟ معناه ان احنا بنحتفل بميلاد المسيح وهم بيحتفلوا بميلاد المسيح، وكلنا كنا بنحتفل في 29 كيهك اللي كان يوافق 25 ديسمبر. جه واحد اسمه البابا غريغوريوس الكبير في القرن تقريبا ال15 وغير التواريخ وزود 10 ايام، قال ان في فروق في التكوين في الحسابات والنجوم وحاجه زي كده. فاحنا بصينا لقينا نفسنا قمنا من النوم لقينا 29 كيهك يساوي 5 يناير. الله، طب ازاي؟ ما هو 29 كيهك طول عمره 25 ديسمبر. فهم تمسكوا بديسمبر واحنا تمسكنا بالكيهك اللي اتظلم في النص يناير. انا شاب في الجامعه وحاليا مش بشتغل لاني كنت بشتغل في الصيف وكنت بطلع عشوري. هل ممكن اطلع عشوري من المصروف اللي باخده نظرا لان والدي رافض الشغل مع الدراسه وانا نفسي احط العشور؟ ممكن احط العشور من المصروف؟ طبعا ممكن تحط العشور من المصروف، ودي حاجه حلوه قوي تفرح قلب ربنا انك انت تدفع من مصروفك عشورك. عايزه رايك يا ابونا، انا متجوزه من 2 سنين وجوزي نشكر ربنا كويس معايا، بس من فتره اكتشفت انه كل ما بيكون لوحده بيتفرج على حاجات ما يصحش يتفرج عليها على الكمبيوتر، وبيمسح كل حاجه من اللابتوب علشان انا ما اعرفش، مع انه هو ملوش في البنات ولا المعاكسات ومؤدب جدا. انا مش عارفه اتصرف معاه ازاي. انا حزينه جدا وبتمنى اني ما كنتش عرفت ان هو بيتفرج على الحاجات دي. مش عارفه اتعامل معاه ازاي. انا عاوزه اعرف راي قدسك، اعمل معاه؟ اقول له ان انا عارفه ولا ما اقولوش؟ بص يا بنتي، انا ما اعرفش شخصيه جوزك. في واحد لو انت واجهتيه باللي بيعمله ممكن تخسريه، لانه يحس انه اتكسر وبقى صغير قوي قوي قدام زوجته، وافضل نستر ونعالج بطريقه غير مباشره. وفي انسان يقول لها متشكر خالص انك انت عاوزه تساعديني وبتحبيني وانا سوري وهحاول ما اعملش كده. فانا ما اعرفش شخصيه جوز. يعني في جوز ممكن يقبل، وفي جوز ممكن يتكسر ويتجرح ويقفل وتبقى عنده مشكله اخطر من مشكله الخطيه اللي وقع فيها دي. طب الحل ايه؟ الحل نشوف اب اعترافه. انت تروحي الاب اعترافه، هو لو امين في اعترافه هيكون بيقول لابونا، فانت تروحي لابونا تقول له انت شايف يا ابونا طبقا لنفسيه زوجي لو انا شجعته قلت له انا عرفت بس مش فارقه معايا وانا بحبك وعاوز اساعدك ان احنا نتخلى عن المواضيع دي خالص عشان بيتنا يبقى بيت طاهر وبيت نقي، بيت فيه المسيح والروح القدس. لو هو هيقبل واب اعترافك قال لك نفسيته تقبل وهو شخصيه بسيطه ماشي. لو قال لك لا ابعدي عن الموضوع ده خالص كانك ما عرفتهوش وسيبي لي الموضوع ده، يبقى مالكيش دعوه بالموضوع وسيب الموضوع لحكمه اب الاعتراف. يبقى مش انا اللي اقول، لان انا ما اعرفش قماشه جوزك. ممكن الكلام يجرحه ويكسره، ولا ممكن يعني اتعلمنا كتير قوي قصص عن الستر، واتعلمنا كمان قصص عن المواجهه. الحكمه هي اللي بتقول امتى اواجه وامتى اسكت وامتى استر. يعني في حاجات كتيره قوي، فما فيش اجابه للسؤال ده غير انك انت تروحي تكلمي اب اعترافه لو سمحتي، واوعي تقع في ادانته. هي المشكله ان البنت لما بتتجرح ازاي جوزي يبص على حاجه زي كده ودي حاجه كده بتبقى ديناه. لا، احنا بنبص لاي انسان واقع في اي خطيه انه انسان مسكين. وانت قلت مش شقي وبتاع بنات وحاجه زي كده، يعني هو عنده ضعفه معينه. نحاول نستر ونحاول نطول بالنا وتصلي له، واوعي تدينيه لان الادانه في حد ذاتها خطيه. هو ممكن يتوب وانت ما تتوبيش من الادانه، تبقى خطيتك اشر من خطيته. هل ممكن ربنا يرضى بخطية إنسان عشان تفوقه؟ لا طبعا. يعني ربنا هيزق إنسان على شر؟ مش ممكن.
او ربنا يكون سبب في شر، مش ممكن. لكن ممكن جدا ربنا يكون بيستر على انسان مرة واثنين وثلاثة، ولما ما يفهمش الستر ربنا يجعل الخطية تنكشف لعله يتوب. يعني يقول هو ما انكسفش مني انا، يمكن ينكسف من الناس ويتوب، وتبقى مدخل للتوبة. فهنا ممكن ان ربنا بدل ما كان بيستر عليه مرة واثنين وثلاثة، يجي في مرة فعلا يرفع الستر او النعمة الساترة عنه، فالانسان ده ينكشف ويكون ده درس ليه ان هو يتوب. لكن ربنا يكون بيرضى ان انسان يقع في خطية عشان يفوق؟ لا، لان الشر شيء ورضا الله في القداسة مش في الشر. انا عندي 24 سنة، زميلي في الشغل اتقدم لي لكن اهلي رافضينه واعتراضهم لسببين: شكله ومستواه المادي. مع العلم ان المستوى المادي جميل جدا والتايتل بتاع الشغل بتاعه مش قليل. انا كان من صعب جدا اوافق او افتح قلبي لحد، وده اللي ارتحت له. ما عنديش مشكلة ان هم يعترضوا، بس الاعتراض يكون اسباب مقنعة وناضجة. ما فكروش يسألوني عن طبعه، شخصيته، مواقفه معايا. هم اعتراضهم الكامل اكتر على شكله. محتاجين نصيحة، مش عارفة هل محتاجة نصيحة، مش عارفة انهي الموضوع واعتبر ده صوت ربنا، بالرغم ان احنا مرتاحين جدا مع بعض. وهل لو كملت اقول له ان اهلي معترضين من غير ما اذكر الاسباب لاني انا مضغوطة جدا بسببهم وهو ملاحظ، ولا ما ينفعش اقول له خالص؟ لا، ما انت اوعي تقولي له هم مش موافقين عليك عشان شكلك وحش، يعني تبقى وحشة منك انت. يعني هتروح لواحد تقول له معلش هم كاتمنوا لي واحد مسمسم وابيض وبتاع، لا بايخه قوي، يعني بايخه. تصوري انت واحده قال لك كده في وشك، قال لك على فكره هم بيقولوا عليك انك انت وحشه، يحصل فيكي ايه بالليل؟ تدخني. انتوا واخدين بالكم؟ فالحل الوحيد في الحالات دي ان احنا ما نقولش. لكن انا في رايي حاجه تانية، انت تحاولي مرة تانية في اقناعهم، وتحاولي حد تاني يكون فير من الناضجين في العيلة، يشوف الولد او اب كاهن يكون عارف الاسرة يتدخل كمحاولة اخيرة. لكن في الاخر خالص لو هم فضلوا مصرين على الرفض واحنا حاولنا مرة واثنين وثلاثة نقنعهم، هنعمل ايه؟ انت بتقولي ممكن يكون صوت ربنا، انا مش قادر اقول صوت ربنا ومش صوت ربنا، لان انا ما اعرفش الولد وما اعرفش انت شايفاه باي عين وهم شايفين ايه. يمكن مش قايلين لك على عيوب تاني او معلومات هم عارفينها عنه مش قادرين يقولوا لك عشان ما يجرحوكيش. فانا مش عارف القصه. لكن انا بقول حاولي بحد تاني فير من بره يحاول يقعد معاهم ويقنعهم مرة واثنين. بعد كده لو ما حصلش نصيب يبقى ما فيش نصيب. لا، ما اعتقدش في بنت هتتجوز عن غير طوع اهلها، ولا ولد هيتجوز عن غير طوع اهله. قدسك كتير بتوجه الناس بيبعتوا لك اسئله ان هم يروحوا يقعدوا مع مشيرين او مرشدين نفسيين بيكونوا بيخدموا في الكنائس. انا عايز اعرف ازاي ممكن ادرس مشوره بحيث ابقى مؤهل للخدمه دي، وايه شروطها، وايه الاماكن اللي بتقدم الدراسه الاكاديميه والتجريبيه دي في مصر، علما ان مجال دراستي في الجامعه بعيد عن الموضوع ده خالص. بص، عندنا مراكز للمشورة موجودة في 3 أماكن، أعتقد أرض الجولف في مصر الجديدة، وعندنا في البطرخانة القديمة تبع الأنبا رافائيل، وعندنا في المعادي. دول أكبر 3 مراكز قبطية لتعليم المشورة، وفيها دورات متكررة. وممكن تسأل يمكن في حاجات تانية أنا مش عارفها دلوقتي، لكن مش هي دي القصة. القصة اللي أنا عايز أقولها لك إن مش كل اللي درس المشورة ينفع إنه يبقى مشير. دي قصة ودي قصة تانية خالص. مش معنى ان انا درست حساب وعربي اعرف ابقى مدرس، صح؟ وبالتالي المشورة دي انت لما بتدرسها بتزود من ادراكك للتعامل مع الشخصيات. يعني انت اي حد هيدرس مشورة هو هيستفيد على المستوى الشخصي. الست هتفهم جوزها اكتر، والراجل هيفهم مراته اكتر، والدنيا هتبقى ابسط في التعامل بعد كده. يعني هيفهموا. لكن مش معنى انك درست مشورة تقول لهم انا حامل شهادة مشورة عاوز ابقى مشير. يمكن صفاتك النفسية ما تنفعش. ليه؟ يعني المشير ده لابد ان يكون عنده موهبة حسن الاستماع، ممكن يقعد ساعة يسمع وما يقاطعش. مين بقى عنده القدرة انه يسمع ساعة وما يقاطعش؟ فاهمين عايز اقول ايه؟ يعني دي شخصيات. يعني الشخصية القيادية دي ما تنفعش تبقى مشيرة ابدا، لان هي عايزة توصل للتشخيص والعلاج في 5 دقايق. شخصيتها ركبتها كده.
فمش كل اللي بيدرس مشورة ينفع يكون مشير، عشان نكون واضحين. زائد ان المشورة في العالم كله علشان انت تبقى مشير في الجامعات اللي بره ويدولك لايسنس لازم تعمل 1000 ساعة تدريب تحت ايد واحد اكبر منك وتكتب له ريبورتس. يعني هناك في الخارج بروفيشنال، هنا شويه اجتهادي. يعني لسه الموضوع عندنا جديد ومش بروفيشنال قوي، واخدينه بالمحبه يعني كده. يعني حضرت محاضرات مشوره، واوعى تقول لي اصل انا دارس مشوره. اصل المشوره اللي عندنا في مصر دي يعني برضه فور بيجينرز، يعني انتوا واخدين بالكم شويه كده ايه، زي واحد ايه خلص اولى وثانيه وثالثه ابتدائي والحساب بتاع رابعه ابتدائي افتقد نفسه انه عالم في الفيزياء. لا، فرق كبير قوي. فاهمين عايز اقول ايه؟ فطبعا المشوره اللي في مصر دي بتساعدك تفهم نفسيتك وتتعامل ازاي مع البارتنر بتاعك. يس اتز، لكنك مستوى انك انت تكون مشير لا، دي عايزه حاجات تانية اكتر بكتير قوي. سؤال، واحدة بعتت سؤال وبتفكرني بيه، بتقول لي أنا من أستراليا، سلام الله عليك يا أبونا، أنا طالبة مساعدتك ضروري جدا ومش عارفة نسأل السؤال. أنا من زمان سألتك وتعلق برهبة عايشة في العراق من قبل خطبتي لخطيبي اتعلقت فيه رهبة. هو واضح إن اللهجة شوية مش مصري قوي. بعد صداقة طويلة كانت من ناحية الطبابة بلشت تضغط عليا، يبقى هي اللي بلشت يعني احنا عندنا بنقول ابتدت مش كده؟ اوكي. طب ما علينا، سيبوكم من الكلمه دي خالص. تضغط عليا وتزهقني وتشتمني وانا وبقول دي رهبه وربنا ما يرضاش الرد بالرد، خصوصا انها رهبه بعد ما فاتت كلمت عيلتي كلها وبدات تزعجهم. بس الشيء المخجل انه صارت علاقه ان العلاقه سائت بين اهلي وبين خطيبي، وهو اساسا كان ندمان ان هو كان بيساعدها وقال لها انا هعترف واكفر ما علينا، يعني لان صار بلا وعي ومش عاوز اذيكي اكتر من ما فهمتش وحلفت له تخرب كل حياتنا، وهي فايته كل يوم على حد من قرايبي وبتفضح الموضوع، وخطيبي تعبان مش عارفين نعمل معاها ايه، مش عايزين نشوه سمعتها ومش بتتركنا، وانا تعبت جدا ومش عارفه اتحرك ازاي، مع العلم ان احنا في استراليا وهي بالعراق، ومع ذلك بتفوت كل يوم على الفيس وبتبعت لكل الناس، وخطيبي بيروح الكنيسه وبيطلب من ربنا يسامحه ويسامحها، بس انا خايفه يكون ربنا ما سامحهوش. اترجاك ساعدني، انا مكتئبه جدا، انا دايما ببعت لك، انا شاميه بس كتبت شويه بالمصري، اترجاك ساعدني. طيب بص يا بنتي، انا فاكر انك انت الكلام ده بعتيه من 4 اشهر 5 اشهر حاجه زي كده، بس انا هقول لك حاجه، الموضوع ده يتعمل له بلوك. انا قلت لك يتعمل بلوك. يعني ايه يتعمل بلوك؟ يعني ما نتابعش هي كتبت ايه ولا لينا دعوه كتبت ايه. عندنا في مصر يا حبيبتي، انت ما يعرفوش بقى، ما هي شاميه اشرح لها، عندنا حاجه اسمها الفسيخ والملوحه، بتتحط بعلب صفيح، في ناس تفتحها وتشم، وبعد ما تشم تقول يا من الاول ما نشمش، يعني نقفل على الفسيخ ريحته وحشه، والفسيخ لما تشمه يمسك في ريحتك اليوم كله، فانت دمك محروق وخطيبك دمه محروق. اولا حتى لو كان هو مصاحب الرهبه دي وبعت لها شويه ادويه وابتدت تكلمه وتتعلق بيه، لا هو ربنا مسامحه لانه ما فيش شر جواه وهو عاوز ينسحب منها. هي في شر جواها، ربنا يسامحها ونصلي لها ان ربنا يديها توبه، ويعني خلاص انا ما اعرفهاش هي تبع ايه، في يمكن كلدانين او حاجه في العراق، لكن يعني مش هنعمل اكتر من احنا نقفل عن الموضوع ده خالص. انا شايف انك انت زي اللي عنده حساسيه وقاعد يهرش في ايديه، وكل ما يهرش وتجيب دم توجعه. نقفل الموضوع خالص. انت كملي انت وخطيبك وتعملوا لها بلوك. ايه اللي هتاذيكوا؟ سمعتكم مالهاش دعوه بسمعتكم، هي بتسيء لنفسها. لما راهب او كاهن يلخبط في حق ناس، هو غلط في حقه والناس تقلب عليه، ولا غلط في حق الناس؟ الحقيقه غلط في حق نفسه، لان الناس كلها تقلب عليه تقول لك راهب بيعمل كده او راهبه تعمل كده. فمشي حياتك يا بنتي وما تبصيش في الماضي
وبلشي جديد. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فتحت معاكم موضوع المرة اللي فاتت وقلت لكم ان هناخد بعض اقوال كتبها واحد اسمه المتنيح نيافة الانبا غرغوريوس. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ واتكلمنا على بعض الاقوال اللي بتتكلم على عدم الانتفاع وحكم الناس والعاطفة اللي ما تغلبش الانسان، بس الانسان يحكم الحكمة مش العاطفة او الاندفاع. ده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. عشان وقتنا ضيق قوي انا مش عارف اخد كام قول من اقواله النهاردة ونفكر فيها مع بعض، بس ده راجل بيمثل خبرة حياة قوية مع الله ومع المجتمع اللي عاش فيه. فكل كلام اللي بيقوله زي بالظبط الكتب اللي عملها قداسة البابا شنودة بتاعت كلمة منفعة. فاكرين الكتيبات كده او يبقى الكلمة كلها مش اكتر من صفحة واحدة صغيرة بس فيها عمق وفيها معنى جميل قوي. وان شاء الله بعد ما نخلص كده ممكن نبقى ناخد برضو بعض كلمات منفعة بعد فترة لقداسة البابا شنودة. القول الاولاني هطلع منه عنوان بيقول كده: علمتني الحياة رأيت في القتلة واللصوص نوازع للخير والشهامة، فالأشرار جهلة ومرضى قابلون للشفاء لو وجدوا الطبيب الحكيم المتأني. بيقول علمتني الحياة ان شاف ناس حرامية وشاف ناس قتالين قتل، وكانت الدرس اللي طلع بيه ان لقى قتالين القتلة والحرامية فيهم ناس رائعة جدا يجي منهم، لهم للأسف هم مشوا في الطريق ده بسبب الجهل او مشوا في الطريق دوت بسبب اعتبارهم مرضى روحيين، لكن لو لقوا اللي يمسك بايديهم هيبقوا زي الفل. انا حطيت الكلام ده الحقيقة تحت عنوان: لا يوجد انسان كلي السواد. لا يوجد انسان كلي السواد. يعني ايه لا يوجد انسان كلي السواد؟ لو انت حكمت ان في انسان ما فيهوش ذرة خير تبقى انت ظالم، لان لا يوجد انسان في الدنيا ما فيهوش ذرة خير. يمكن نسبة الشر اكتر، يمكن نسبة الخطية اكتر، لكن الحقيقة عاوزين نطلع بدروس. الدرس الاولاني: لا تعمم حكمك على اي انسان وتقول ده انسان شرير، او ده انسان ما فيهوش منه رجا، او ده انسان ما فيهوش حاجة واحدة صح. اسف، انت منفعل ممكن، ما بتحبهوش ممكن، لكن حقاني نو. اي انسان في الدنيا في ايه؟ حاجة صح. يقولوا كده رواية متناقلة، حتى شهود يهوه في انجيل برنابا ينسبوها للمسيح، بالرغم من ده مش عندنا في التقليد، لكن بتقول ان كده في معلم ماشي مع بعض التلاميذ اللي بنعلمهم، مش مهم مين لان احنا ما عندناش يقين مين الشخص ده، ما اقولش ان هو المسيح، لكن بيقولوا ان معلم ماشي مع تلاميذه ولقوا جثة كلب ميت ابتدت تتحلل اعضاؤه والريحة بتاعته طلعت، لدرجة كلهم حطوا على انفهم يعني حاجة، فكلهم قالوا ايه القرف ده، ايه الجثة دي، ايه العفانة دي، ايه النتانة دي، يا خبر ابيض، قالوا كده. فواحد فيهم قالوا له ايه؟ ماذا ترى يا معلم؟ قال لهم عجبتني اسنانه ناصعة البياض. ياه ده اللي بيأكده نيافة الانبا غرغوريوس في القول ده. ايه اللي بيأكده نيافة الانبا غرغوريوس؟ ان مفيش انسان في الدنيا مفهوش خير، مفهوش خير ولو قليل، فاوعى تعمم حكمك على انسان والا تبقى انت واقع في ادانة ظالمة. يمكن احنا يعجبنا ناس ونستحسن ناس عن ناس تانية، فتلاقينا الناس اللي نستحسنهم نفوت لهم، والناس اللي ما نستحسنش ليهم ما نشوفش الا ايه؟ كل عيوبهم. لا، بي فير، اتس انفير، او دوت غير عدل انك انت تقول مفيش انسان. فنمرة واحد: لا تعمم الحكم على انسان، لان اي انسان ممكن يكون فيه ايه؟ جانب خير. لكن لما انت بتقول ان اللي قصادي ده كله شر، اعرف انك انت بتعكس شر قلبك اللي جواك، انك ما شفتش ولا حاجة فيك خير. يحصل بقى الشيطان يقوم ناس لما يبقى راجل ومراته متخانقين قوي 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 قوي، شوفوا الشيطان يعمل ايه؟ فيقول لها يعني انا ما فيش حاجة وحشة، ما فيش حاجة واحدة حلوة. تبص له من فوق لتحت تقول انا بقالي 25 سنة بدور.
انتوا واخدين بالكم؟ الحقيقه اتس انفير، لان هنلاقيه اب كويس، هنلاقيه كريم في حاجه، شهم في حاجه. يبقى الدرس الاولاني ما تعممش حكمك على اي انسان، والا حكمك ده حكم ايه؟ ظالم. الدرس الثاني لا تجعل حكمك نهائي، لان في واحد بصينا عليه لانه بيغتصب وبيسرق اسمه موسى الاسود، حكمنا عليه ان ده قتل قتله واكيد اكيد نهايته شريره، بس هو كان جوه حته. عارفين ايه الحته دي؟ ان الروح القدس بيشغل مع كل الناس حتى اللي بره عشان يرجعوا، ان كان بيدور على الاله. يا ترى هي الشمس، يا ترى هي القمر، يا ترى هي الهواء، يا ترى هي النار، يا ترى هي البحر، هو فين الاله؟ وعلشان ربنا لقى حته صغيره، والمسيح بيرد على نفس الكلام ويقول كده ان فتيله مدخنه لا يطفئ او قصبه مردوده لا يقصف. فاوعى تحكم على انسان وتقول ان كله شر، لانك انت ما تعرفش نهايته ممكن تكون ايه. موسى الاسود كان قاتل وكان مغتصب وكان رئيس عصابه، يس اي اجري. مين فينا وصل في جهاده ومين فينا وصل في توبته لموسى الاسود؟ لدرجه ان الكنيسه لما حبت تسميه قالت عليه القديس القوي، لان ما فيش حد جاهد زيه. يعني انا وانتوا هيبقى سابقنا قوي علشان هو كان قتال قتله؟ لا، علشان ما فيش انسان كل السواد. اعرفوا كده يا اولاد وخليكوا حقانيين، وسعوا قلوبكم. يبقى الدرس الاولاني اوعى تعمم حكم، الدرس الثاني اوعى تجعل حكمك نهائي. على فكره لا تجعل حكمك نهائي دي بتفكرني بواحد اسمه اينشتاين. اينشتاين، عارفين اينشتاين؟ عبقري الفيزياء وعبقري الماث. ده يعني يا جماعه عمل النسبيه والانشطار النووي، ويعني عمل حاجات كبيره قوي. اينشتاين ده يعني لما يحبوا يقولوا انت فاكر نفسك اينشتاين، يعني ده مدح انك عبقري. يعني تصور اينشتاين دوت سقط في الحساب في ثالثه ابتدائي. تصور امه قعدته في البيت وقالت له انت باين عليك مش نافع في التعليم يا ابني، نشوف لك صنعه، نشوف لك واحد بيصلح جزم، ولا واحد على ايامهم يعني تشد اوتار بيانو بتاع اي حاجه كده، نشوف لك حاجه كده تشتغلها وبلاها تعليم، ده انت فاشل في الماس. اينشتاين ده اللي سقط الحساب حكمنا احنا عليه انه ايه؟ الواد فاشل في الحساب في الماس، يطلع عبقري ماس. فما تحكمش الانسان حتى النهايه، لانك انت لا تعرف نهايه البشر. الدرس الثالث وده درس حلو قوي في ان لا يوجد انسان كل السواد. قدم المسيح كمعالج. احنا عندنا مشكله بسبب شرنا وبسبب قلوبنا الضيقه، وانس انك انت عرفت انك انت وحشه يفضل الانطباع اللي عندي ان انا وحشه، وما حاولش اعالج وما حاولش اقدم مسيح احكم عليكي. لو كان هذا نبيا، فاكرين سمعان الفريسي لما دخلت المراه الخاطئه ادان المراه الخاطئه وادان المسيح نفسه، وقال ده لو كان نبي ده ولا بيفهم زي ما بيقول كان عرف الست دي اخبارها ايه وتاريخها ايه الاسود، دي خطيتها على راسها ومعروفه في البلد كلها انها امراه زانيه او امراه خاطئه. لكن المسيح قدم نفسه ليها وقدر قوي دموعها وغفر لها خطيتها. احنا شغلتنا يا جماعه مع الناس التعبانه ان احنا نقدم مسيح، مش تقدم حكم. في قصه كان في واحد اسمه فيكتور هوجو يمكن اللي كتب لميزرابل قصه كده، كان قصه اسمها البؤساء. القصه دي اتعملت دراما كتير قوي لان فيها معاني حلوه قوي. القصه دي بتتكلم على شخصيه حرامي. الحرامي دوت كان جعان وخارج من سجن وخارج من حبس، دخل بيت كاهن قال له بيتني عندك. فالكاهن ده او الانسان الصالح الكاهن ده بيته عنده. فالراجل قام الصبح لم كل الفضه اللي في البيت، كل الشمعدانات الفضه وكل الاواني الفضه وكل الفوانيس الفضه، لان في زمن ما كانش فيه نور. فلم كل حاجه وحطها في بؤجه عشان ايه؟ يبيعها. حرامي، شغلته حرامي. ففي ضابط بوليس ماشي او عسكري ماشي شك في الراجل ده وفي البؤجه، فراح مسك الايه الحرامي وقال له انت كنت بايت فين؟ قال له كنت بايت في بيت فلان. راح اخذ الراجل الحرامي للقسيس دوت او للكاهن ده الرجل الصالح ده، وقال له احنا مسكنا الحرامي اللي كان واخد منك كل الفضه وكل الذهب بتاعك. ما لهمش نشكركم الشرطه في خدمه الشعب
وكتر خيركم رجعتوا لي الحاجه، ودي حاجات غاليه وتراث العيله. قال لهم مين قال انه كان سارقها؟ ده انا اعتبرته لما بات في بيت البيت بيته، واللي خده من بيته، وانا موافق ان دي تكون هديه ليه. الحرامي بقى يبص له كده، ده من هنا ولا من المريخ؟ يعني هو في واحد انا اسرقه وبعدين يتمسك؟ طبعا يعني المفروض ان ده تصرف مسيحي، يعني بصرف النظر احنا هنعمله ومش هنعمله. هو الراجل قال انا استر ونشوف نعمل ايه، وطلع الحرامي براءة. واللحظة دي كانت لحظة تغيير، لأنه رأى مسيح في شخص الكاهن لا يدين أحد، وعلشان شاف المسيح حياته اتغيرت وصنع خيرا كل أيام حياته بعد كده، بالرغم أيام حياته كانت قاسية. يعني لما نقول كده إنه لا يوجد إنسان كلي السواد، معناها الأمثلة اللي أنا قلتها لكم. بس الثلاث دروس: واحد، اوعى تعمم حكم. 2، اوعى تخلي حكمك نهائي. 3، قدم المسيح. ما قدرتش تقدم حاجة، صلي من أجل توبته ومن أجل الحتة النور الصغيرة اللي فيه تبقى شعلة كبيرة، وبدل ما يبقى إنسان عايش في الشر يعرف المسيح ويروح للخير. يبقى الدرس الأولاني اللي خدناه النهاردة: لا يوجد إنسان كلي السواد. ولو قلنا غير كده احنا الظلمة المفتريين، لأن مفيش إنسان كله أسود، لازم في حتة بيضة جوه ضميره. الحتة اللي جاية تزعجنا شوية. من ضمن الحاجات اللي قريتها لنيافة الأنبا غريغوريوس وعجبتني في موضوع علاماتن الحياة، بيقول كده: علاماتن الحياة أن الشر ينتصر كثيرا والخير ينتصر أخيرا. تاني الشر ينتصر كثيرا والخير ينتصر أخيرا، وغالبا أخيرا تكون في الحياة الأخرى. يعني بصوا يا جماعة، أكلمكم كده بلغة شبابي تفهموها. احنا يعني انا ما اقدرش انكر وانا طفل كنت بتفرج على افلام عربي. يعني انا ما طلعتش في دير، يعني ما لقونيش على باب دير، لا انا كنت في اسره عاديه جدا. فكان يوم الخميس دايما بيبقى فيه فيلم عربي من 3 ل5، ولازم نكون استحمينا خلاص ولازم نقعد مستنيين الفيلم العربي ده. فالفيلم العربي ده بصرف النظر الممثلين بتوع زمان انا ما اعرفش حد، طب من زمان يعني اعرف بتوع زمان يعني. فكان في مثلا واحد اسمه المليجي حاجه زي كده، وفي بطل كويس قوي ما اعرفش اسمه ايه، مش مهم يعني. في واحد كويس وواحد وحش. فطول الفيلم تلاقي الانسان الشرير قاعد يعمل مشاكل في الانسان الكويس، ونلاقي واحده بريئه لبسوها قضيه سرقه، وواحده بطيئه لبسوها مش عارف مين، قصص كده. تلاقي نفسك طول الفيلم عامل كده للشرير. وعلشان احنا ناس مصريين طيبين فلازم الافلام تنتهي بطريقه ان الناس تبقى مبسوطه عشان تعرف تتغدى بعد الفيلم يعني. انتوا واخدين بالكم؟ فكان لازم الفيلم ينتهي ان ايه؟ الطيب يغلب الشرير والشر يغلب الخير. نيافة الأنبا غريغوريوس ربنا ينيح روحه الحقيقة بيقول لنا كلام تاني خالص. قال لك ايه بقى؟ قال لك الآتي، قال لك خلي بالك، الشر ينتصر ايه؟ كثيرا، والخير ينتصر ايه؟ اخيرا. علاماتن الحياة كده. وفي اوقات كتيرة قوي اخيرا دي تبقى فوق. اكبر مثل يقول لنا الكلام ده ايه؟ مثل في الكتاب المقدس قاله رب المجد يسوع المسيح، اسمه الغني والعاذر. الحقيقة الغني فضل لغاية ما هو عايش غني، والعاذر فضل ما هو غاية ميت، الكلاب بتلحس في جروحه مش لاقي حد يطبطب عليه. فانت تمشي كده تقول حكمتك يا رب. المفتري قاعد يلبس الارجوان ويبعزق فلوس يمين وشمال، ما تنزل يا رب، زلزل يا رب، اقلبها يا رب، اعمل اي حاجة. عاوزين بقى في الاخر الراجل الفقير ده الكحيان يغرش يلاقي يسموها ايه؟ قصعة ذهب قد كده تحت راسه، ويلاقي الذهب ويبني قصر والدنيا تتدهور، والغني يشتغل عنده خدام، اللي هو بقى الغني بتاع مثل الغني الحظ. احنا عندنا كده نتيجة الافلام اللي حكيت لكم عليها، عندنا رؤية غير الرؤية اللي هي خالص، وغير رؤية ربنا، وغير اللي بيقول أنبا غريغوريوس. احنا عاوزين دايما في الاخر خالص
المظلوم ينكشف الحق فنتغدى. الحقيقه الانبا غريغوريوس قال غير كده، قال بص يا جماعه، علامات الحياه ان الحياه فيها خير وشر، وللاسف الشر ينتصر كثيرا والخير ينتصر اخيرا. قد يكون في نهايه القصه فعلا ربنا يكشف الظلم هنا على الارض زي قصه سوسنة، او ممكن زي مثلا ما حصل مع ارميا وحصل مع اشعياء، 12 وواحد 12 والتاني اتحط في سجن في ارض مصر، بالرغم انه ما كانش بيقول غير كلام ربنا. يعني الشر انتصر. ده انا اقول لكم حاجه، لو اخذنا قصه يسوع مجرده ما قبل القيامه ونشأة الكنيسه وحلول الروح القدس، الشر اللي انتصر ولا الخير؟ الشر. شهود زور، يلا اصلبوه. طب هبعت لكم واحد تاني باراباس قتال قتله ولا يسوع؟ لا، سيب باراباس واقتل يسوع. ايه الشر ده؟ شر في يهوذا، شر في هيرودس، شر في بيلاطس اللي مراته تحلم وتقول له ده رجل بار ويصلب المسيح برضه ظلم. ايه الشر ده؟ طب التلاميذ مستنيين، هتحصل صعقه. ما حصلش صعقه، هتنزل نار من السماء تاكل هيرودس وبيلاطس وتبقى عبره ونشأة الكنيسه. حقيقة لا. طيب الحمد لله بعد كده القصه انتهت وابتدت المسيحيه تنتشر. نيرون هيآمن بالمسيح، وعشان نيرون الامبراطور العظيم هيخلي العالم كله مسيحي، نيرون يحرق روما ويتهمها في المسيحيين، وتبتدي حرب اباده المسيحيين من نيرون لغايه دقلديانوس، من اسوأ العصور اللي شافتها المسيحيه. يعني الشر بينتصر. ده اللي عاوز يقول انبا غريغوريوس، حاجه اسمها الواقعيه. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك طب ليه الشر بينتصر؟ يقول لك لان الشر واله الشر اللي وراه اللي هو الشيطان مقصود بيه يعلم ان الحياه دي هي الجوله الاخيره، فداخل ما هي بعد كده خسرانه، فيلحق بغله يعمل اللي هو عاوز يعمله. اكبر دليل على كلام الانبا غريغوريوس صح، الالحاد بينتشر اكتر ولا المسيحيه بتنتشر في العالم؟ الالحاد. الكنايس بتتباع في بره، الكنايس بتتباع. الناس بتسيب التدين بصفه عامه والالحاد بينتشر. شفتوا الشيطان عامل ايه بقبضته على العالم؟ وصل لدرجه ايه؟ لكن اللي يحميني ويحميكم حاجة اسمها الإيمان، إن رب المجد يسوع اتقال عنه في سفر الرؤيا إنه فارس أبيض خرج على حصان أبيض لكي ما ينتصر ويغلب. فهيغلب. يمكن يكون في اضطهاد، يمكن يكون في نيرون ودقلديانوس بيحرقوا المسيحيين بالمئات، والواحد يقول فين ربنا سايبهم ليه؟ قل له اعلم ان الشر ينتصر كثيرا ولكن الخير ينتصر اخيرا، حتى لو في الاستئناف السماوي اللي فوق. لما حصلت مذبحة الكشح من كام سنة فاتت، انا ناسي 10 15 سنة ناسي، عد انت بقى، يعني 20 سنة يمكن. حصلت مذبحة الكشح وكل اللي اتذبحوا اقباط، وكان في اقباط فيهم النفس لما بيحققوا معاهم لقوهم كده في دمهم قال لهم فلان ابن فلان هو اللي قتلني. يعني في اكتر من كده اثبات. كل القتله طلعوا شهادات ان هم عاملين مصريه، اللي عامل عمليه لوز في المستشفى جايبين حجج انه حجه غياب، يعني هو ما كانش موجود. فطبقا لان القاضي بيحكم بالورق والموضوع كله اتطبخ، يعني لو كانوا عاوزين يجيبوهم كانوا يجيبوهم بس ما جابوهمش، فالموضوع اتطبخ. فلما الموضوع اتطبخ اخدوا كل اللي اتمسكوا خدوا براءه. يعني ال 28 قبط اللي ماتوا نزل ملاك مهلك من السماء قتلهم وطلع. ما هو حاجه تغيظ. فحصل استئناف، ولما حصل استئناف طلعوا براءه للمره الثانيه، لان الورق بيقول لك انا معايا حجه غياب، انا كنت بعمل عمليه، والثاني يقول لك كنت بعمل مش عارف انا كنت في الحته الفلانيه، كل واحد جايب حجه غياب. فالورق بيقول ان هم ما كانوش موجودين والمباحث ما عملتش اللي عليها. فكان في ظلم، كان في ظلم.
علشان كده رئيس الجمهورية في ذلك الوقت قابل قداسة البابا شنودة، والبابا شنودة هو اللي حكى لنا الحكاية دي. قال له انت زعلان ليه؟ قال له دم ولادي. وزعلان ازاي مش زعلان يعني؟ قال له بس ده المحاكمة تمت مرتين وفي المرتين براءة. راح رد قداسة البابا بحتة رد، قال نستأنف الحكم عند الله في السماء. هنا مش هنجيب حق. اوقات للأسف الدنيا كده يا ولاد، ولكن لنا إله قوي لا ينام، عارف كل حاجة، لا بيضحك عليه بورق متفبرك من المستشفيات، ولا تلييطة من مباحث أبدا. إله قوي. وعلشان كده احنا بنقول اللي قاله الأنبا غريغوريوس، أن الشر ينتصر كثيرا ولكن الخير ينتصر أخيرا. ناخد واحدة كمان. علمتني الحياة أن كل مشكلة لها حل، ولا تبقى المشكلة مشكلة إلى الأبد. مفيش مشكلة في الدنيا ملهاش حل. أوقات الواحد يا جماعة بيقف قدام المشكلة مشلول وما بيفكرش إلا في المشكلة ويعتقد إن ملهاش حل، فبيزود المشكلة مشكلة. زي على سبيل المثال بنت كانت بتحب انسان قوي واتخطبوا، وبعد الخطوبه حصلت مشاكل بينها وبين اهل خطيبها والخطوبه اتفكت. تلاقي الحياه وقفت بوزد كده. قد ايه يا حبيبتي؟ 3 سنين. ليه يا حبيبتي؟ مفيش مشكله ليها حل، الحياه كده كده هتمشي والايام دي محسوبه عليكي. مفيش مشكله في الدنيا ملهاش حل، مفيش مشكله ملهاش حل. لانك انت طول ما انت بتفكر في المشكله بس وما بتفكرش في ربنا اللي عنده القدره على حل المشكله، انت بتكبر المشكله مش بتحلها. احكي لكم حكايه، مشكله خطيره قوي قوي. ناس كانوا عايشين في الصعيد في اسيوط، ولما كانوا عايشين في اسيوط في الصعيد في كان في زمان حاجه اسمها حمى النفاس، مش كده؟ الام دي كان عندها مجموعه من الولاد، وبعدين جابت بيبي، والبيبي ده للاسف مات وامه لسه بترضعه، جالها حمى او ميكروب ومات. الدنيا وقفت تماما. مين اللي هيرضع الولد ده؟ ونسينا ان في حل للمشكله. صحيح ما كانش في لبن صناعي زي دلوقتي، بس كان في حاجه اسمها مرضعات. نسينا ان ربنا اللي سمح ان الروح دي تتوجد هو القادر الوحيد على احيائها. لو احنا كنا فكرنا في المشكله دي ملهاش حل، العيال دي هتضيع، العيال دي هتبوظ. ليه؟ الام اللي مؤتمنه على التربيه مش موجوده، والاب طول النهار في الشغل. بس انا عاوزكم تعرفوا ان الطفل اللي مات عنده 40 يوم ده بقى البابا اللي امه ماتت عنده 40 يوم كان بقى اسمه البابا شنودة الثالث، واخوه طلع كاهن اسمه ابونا بطرس جيد، واتربوا جوه بيت كله قداسه. مفيش مشكله في الدنيا ملهاش حل. ده حتى في مثل في العالم يقول لك كل حاجه تتولد صغيره وتكبر، الا المصيبه تتولد كبيره وتصغر. بنقف عندها من المشكله. ازاي امي تبقى عندها 32 سنه ربنا يسمع انها تروح السماء وسايبه عيل 4 سنين وبنت 6 اشهر؟ ليه؟ خليك قدام المشكله بقى وعيط، اتذمر على ربنا ومش هتحل مشكله. لكن بالايمان تعلم ان كل شيء مترتب، واذا كانت الام متمتعه بربنا فوق، فالمسيح هيتولى كل اولادها وهيحنن قلوب ناس. انا بشوف قصص لا تتخيلوها، كأن ربنا ده بيعمل عجائب أسرة مش لاقية تاكل، عندها ظروف صعبة جدا، وأسرة تانية مبسوطة والأم تنتقل للسماء. فربنا يسمح ان الأسرة دي تتعرف بالأسرة دي، والأسرة الغنية الأب اللي فيها يلاقي ان في الأسرة الفقيرة دي ناس مفيش محبة وسمو أخلاقي، ولا يعني متربين في سويسرا، فياخد ابنه ويربيه في البيت التاني
وفي مقابل كده يتعهد بكل احتياجاتهم. ربنا عارف بيعمل ايه. الناس التعبانه دي ربنا عاوز يقومها، والناس اللي الام بتفتقدها ربنا هيربي ابنها، وتربيه يمكن افضل من تربيه الام. مفيش مشكله ملهاش حل، مهما بدت المشكله كبيره هيبقى لها حل. بس اوعى تقف قدام المشكله عشان هتزودها. صلي للي عنده القدره ان يحل المشكله. لكن علمتني الحياه انه لا توجد مشكله ملهاش حل. بص لمدبر الكون وهو هيدبر كل حاجه. علمتني الحياه ان بكون بعيد النظر في كل شيء. علمتني الحياه ان اكون بعيد النظر ايه في كل شيء. يعني ايه علمتني الحياه ان اكون بعيد النظر في كل شيء؟ في نوعين من الناس. في نوع بيبص تحت رجليه، وفي ناس يبص لايه؟ لقدام 50 سنه. واحد يبص لقدام بقد ايه؟ 100 سنه. قداسه البابا شنوده زمان الله ينيح نفسه اشترى مجموعه من الاراضي الكتيره قوي 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 في منطقه اسمها ابو تلات او العجمي. وناس كتير قوي قالت اللي بيعملوا قداسه البابا ده الفلوس دي بتاعت الكنيسه ما لهاش مراجع ولا ايه؟ وايه اللي بيعمله البابا دي؟ بيضيع فلوس الكنيسه لشويه عرب بدو في الرمل. كانت كل الناس بصه تحت رجليها ازاي البابا بعت او دفع مبلغ كذا كذا، مثلا نص مليون ولا حتى لو كان مليون يعني في ذلك الوقت. بس البابا كان عنده بعد نظر. احنا لغايه دلوقتي معظم مؤتمرات الكنيسه في ابو تلات، ومفيش كنيسه ملهاش بيت في ابو تلات. هو فتح رئه للكنيسه عشان الكنائس تعمل مؤتمرات، فادى كل ابروشيه حته ارض، وادى الكنايس اللي تقدر تبني بسرعه زي مثلا احنا ماري جرجس ارض الجولف مش عارف مجرجوس الانبا انطونيوس العذراء الزيتون، اداهم اراضي لحقوا ابنه وبنينا، وبقت عندنا افواج ومش لاقيين بنحجز. مش لاقيين بنحجز. يعني اجازه نص السنه من اول يوم لاخر يوم ابو تلات مشغوله وبيت تاني مشغول وبيت تالت مشغول. ده بيت في كنيسه واحده مش مكفي على كنيسه. ده اسمه بعد نظر. فبيقول كده علمتني الحياه ان اكون بعيد النظر في كل شيء. سيبوكم من الحكايات الماديه وتحت رجلك وفوق. انا هقول لكم على حاجه احلى قالها الانبا غريغوريوس. قالوا بما ان بتقول علمتني الحياه ان ابص لقدام او ابص لبعيد، من باب اولى تبص للقيم الروحيه اللي في السماء لان هي اللي باقيه، لكن كل مكاسب الارض زايله. تاني هحكيها لكم لان هي ليها حكايه حلوه قوي. قال لك علمتني الحياه ان اكون بعيد النظر في كل شيء فانظر للقيم الروحيه الباقيه وليست القيم الماديه الزائله. ما دام احنا كده كده عاوزين نبص قدام، بص للي ايه؟ للي يستاهل. امبارح كان عندي افتقاد جغرافي. افتقاد جغرافي يعني زياره البيوت بتاعت الشعب بتاعنا. فانا كان عندي بيوت، فقابلت اب، يعني اسف، قابلت اب الاولاد، والاب الاولاد ده هو مدرس في احد المدارس، وبيقول تتصور يا ابونا ان امتحانات اولى ثانوي كلها متسربه على الفيسبوك، فالعيال داخله بالامتحان وداخله بالايه؟ بالاجابات. وبعدين انا ما عجبنيش الحال، فدخلت في بيت دخلت على ولد، لقيت الولد ايه؟ ماسك وبيملي وواقف زي الميكروفون بيقول، يعني مش بيغش حتى باستحقاق، لا ده متطوع واقف على كرسي وبيملي الفصل كله. فهو مشرف على الدور، فراح دخل كده وراح قال له ايه؟ قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال له ما بغشش الفصل يا استاذ. قال له يعني اعمل ايه؟ اسكت يعني؟ اسيبك تغش؟ تعالى هنا اقعد مش عارفين، وراح عمل ظبط ورب. المشكله مش في كده، المشكله في الام. الام راحت مشتكيه لاداره المدرسه ان في مدرس منع ابني من الغش. ازاي يعمل كده؟ ما العيال كلها غشت. فمدير المدرسه مش عارف، فجاب المدرس. بقينا في مأزق. القيم الماديه بتاعت الارض هي الايه؟ الغش. النهارده نفس الموضوع. اتاري بقى انا مش عارف، مش عايش في الدنيا يظهر ولا ايه. جالي النهارده كان عندنا اجتماع السيدات الصبح، فواحده بعتت سؤال تقول ابني بعتوا له كل الاسئله والاجوبه، يغش ولا ما يغشش؟
ترد يا ابونا. يعني يغش ولا ما يغشش؟ الاسئله بالاجوبه افيلابل في ايد كل العيال. يعني العيال اللي تغش تجيب درجات حلوه، وابني انا ما يجيبش درجات حلوه، يبقى لازم ايه؟ زي ايه؟ فانا قلت لها انت عاوزه تمشي باي قانون؟ عينينا على ايه؟ درجه نفوز بيها هنا على الارض ولا اكليل نفوز بيه على السماء؟ لو انت عندك بعد نظر، ده انا اسقط هنا واخد السماء من باب اكليل الامانه، على ان انا اخد درجات اضحك بيها عليكم واخسر اكليل الامانه. انا اللي ضايقني ان الام بتسال، انا اللي مضايقني ان الام بتشتكي المدرس، لان معنى كده بقى عندنا قصر نظر، محدش فينا بيبص لقدام، محدش فينا بيبص لقدام. الدنيا كانت زمان قوية أوي. أنا مش بقول كده عشان نفسي، بس أحكي لكم حكاية. أنا السنة اللي كنت بمتحن فيها الإعدادية الامتحانات اتسربت، يعني امتحنا نص المواد مثلا، وكان في 3 مواد مش عارف، أعتقد كان لسه العلوم ولسه مش عارف مادتين تانيين كده، والامتحانات اتسربت واللي قبل كده اتسرب. الحقيقة الامتحانات المتسربة جات لنا ببلاش. يعني في ناس كده متطوعه، بتبقى حركات مخابرات، يعني ممكن تكون مخابرات دوله معاديه عاوزه تكشف النظام في مصر بزراميط، فبتبقى عامله ان تعمل حركه كده تهز الثقه في النظام والوزاره تتشال والوزير يتحاكم، حاجات زي كده. يعني بتبقى حركات مخابرات في الغالب من دول تانية. فجات لنا الامتحانات، انا وكل الولاد اللي هنا في الكنيسه، يشهد ربنا علينا ما حد فينا بص في ورقه لا في سؤال ولا في جواب، لان كانت الدنيا ايامنا واضحه قوي. الصح صح والغلط غلط. بتبص تحت رجليك عشان تكسب 2-3 في المجموع، ويقولوا عليك متفوق وانت قدام ربنا حرامي، ولا تجيب المجموع اللي انت بتجيبه بس انت راضي امام الله عن قلبك انك انت ما خالفتش وصيه ربنا.